ازاي ممكن اخرج نفسي من الاكتئاب لو مفيش حد يساعدني وانا امكانياتي محدودة؟ والمرحلة التانية من السؤال، ازاي اخرج نفسي من الشخصية السلبية؟ في نوعين من الاكتئاب يا جماعه عشان واضحين بس، اكتئاب اللي بيجي لنا كلنا، اكتئاب الحياتي العادي، والاكتئاب المرضي. تمام؟ لو اكتئابك مرضي يعني انت محتاج تتعالج زي اللي يجي له اي مرض، ماشي، عشان نتكلم فيه. في الاكتئاب الحياتي العادي، اصحى من النوم الصبح الاقي نفسي فاقد الشغف، مش عايز اعمل حاجه وماليش نفس الحاجه، ده اسمه اكتئاب حياتي. بص يا جماعه، في ايه في الكتاب حلو قوي، يقول لك في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنما. الايه دي بحبها قوي. فكره الايه دي ايه؟ بتقول لك انه في حاجات، تمام، ما تديهاش اكبر من حجمها. ليه؟ لان طبيعي جدا لو انا عايش في وضع صعب، وضع فيه ضغط عليا، طبيعي جدا افقد شغف في حاجات كتير قوي، اللي هو ابقى مكتئب، يعني مش نفسي اعمل حاجه. طبيعي لو عندي مشكله في شغل كبيره وعندي ازمه ماديه كبيره، هبقى من جوايا ماليش نفسي اعمل حاجه، ده طبيعي جدا. فطبيعي جدا لو انت بتمر بوقت صعب في حياتك انك بتكون بيجيلك حاله اكتئاب، اللي هي بتفقد الشغف على صنع اي شيء، مش نفسي تعمل حاجه. العلاج ببساطه جدا جدا، 3 حاجات بسرعه. اول حاجه انك تدي الموضوع ده وقته، ما تصدقش ان عندك اكتئاب مرضي، لان في سبب. الاكتئاب المرضي انت مش عارف السبب ايه، انت فاقد الشغف تعمل اي حاجه، مالكش نفس تعمل اي حاجه، وكل حاجه حواليك كويسه. فهو ده الاكتئاب المرضي، ان كل حاجه تمام بس انت اللي مش تمام. ده انت محتاج تعالج بقى لانه في ازمه. لكن في حاجات مش مظبوطه حواليك، يبقى محتاج تصدق اول حاجه ان دي مرتبطه بالاحداث اللي بتحصل حواليك، وده مهم جدا ليك. تمام؟ الحاجه الثانيه، لازم تكون موجود وسط ناس تعرف تساعدك، تعرف تحكي معاها وتتكلم معاها. اخطر حاجه ان انا ماليش حد اتكلم معاه. ليه؟ لانه ده اكتئاب مرتبط باحداث، بوضع انا عايشه، بازمه ممر بيها، فانت محتاج تتكلم مع حد.